بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هعمل القرص الطرية الفلاحي. يلا بينا أقول لكم على المقادير وتشوفوا الطريقة معايا. دول كوبايتين من السمنة البلدي وعليهم كوباية من الزيت، ومعايا هنا قطعتين من الخميرة البلدي قد حجم البيضة، ومعايا هنا ظرف من الكيك شيف، و3 كوبايات من الحليب، والحليب يكون مغلي. ومعايا هنا هضيف كوبايتين من السكر و2 كيلو من الدقيق. يلا بينا نبدأ على بركة الله. أنا هنا ضفت المواد السائلة كلها على بعض. 3 كوبايات من الحليب، كوبايتين من السكر، كوبايتين من السمنة، وعليهم كوباية من الزيت، وضفت قطعتين من الخميرة البلدي قد حجم البيضة. وابدأ بقى افضل ادوب في السكر كده مع المواد السائلة دي لحد السكر ما يدوب خالص، وابدأ اعجن كده. انا بدأت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ضفت الظرف الكيك شيف على الدقيق، ونص معلقة صغيرة من الملح، وكوباية من الدقيق الذرة ملو المج بتاع الشاي. بعجنها بالشكل ده كده، وضفت لها كوبايتين من المية. يبقى كده انا ضفت 3 كوبايات من الحليب وكوبايتين من المية، وبعجنها بقى لمدة 10 دقايق عجن كده لحد العجينة ما تلم معايا. بعد العجينة ما لمت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، لا هي طرية قوي ولا هي جامدة قوي، هسيبها بقى لمدة ساعة لحد ما تخمر. وبعد ما تخمر ان شاء الله هنشكلها سوا مع بعض. ودي العجينة اهي بعد ما خمرت وسبتها لمدة ساعة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نشكلها بقى سوا مع بعض. هبدأ اشكلها بقى بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقطعها كور صغيرة بالشكل ده كده، وابدأ الفها على ايدي كده بالشكل ده عشان تبقى ناعمة كده وحلوة، والقرصة تطلع مدورة. هعمل الكمية كلها كده وبعدين اوريها لكم. ده جزء من العجينة اهو زي ما انتوا شايفين. كورتها بالشكل ده كده وبسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح، وبعدين ابدأ افردها. بعد ما ارتاحت لمدة 10 دقايق بنفردها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ما بنفردهاش قوي، يا دوبك دوسة بسيطة بس كده، علشان انا عاملة الكور صغيرة والقرصة هيبقى حجمها صغير. لو عايزة تكبري عن كده ماشي، مفيش مشكلة. دوسة بسيطة بس كده اهي زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها لمدة 10 دقايق ترتاح، وبعدين هبدأ اسوي وهتشوفوها معايا ان شاء الله. كده بدأت مرحلة التسوية زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عملت جزء في الصاج وجزء في الصينية. ببدأ اسويها بالشكل ده كده على نار هادية من فوق ومن تحت في الفرن لمدة 10 دقايق بس. الصينية بتاخد 10 دقايق. هكملها تسوية وبعد ما تستوي ان شاء الله واسيبها تبرد هوريها لكم. ودي القرص اهي بعد ما استوت وسبتها لما بردت زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله شكلها حلو وريحتها حلوة وطعمها احلى. يلا بينا نشوفها سوا كده مع بعض. التسوية بتاعتها ما شاء الله كلها حلوة. شايفين عاملة ازاي؟ درجة التسوية بتاعتها ممتازة. بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. هنشوف واحدة كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عاملة ازاي من جوه؟ دي الذرة مخليها هشة وجميلة قوي. بألف هنا وشفا. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.